بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في طبخة وحدوتة جديدة. النهاردة حلقتنا من الطبيعة. حبيت أوريكم النهاردة بنجمع كوسة. حبيت أوريكم الكوسة وجمالها. بصوا معايا الحاجات الجميلة. حاجة هنا بتعبي اللي هي نمرة 1. شايفين الجمال؟ دي نمرة 1، ودي بقى بتتنقض نمرة 1 مع نمرة 2. بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. صلوا على سيدنا محمد. ايه رأيكم اصحابكم بقى للشجر؟ تعالوا معايا نتفرج على الشجر. هنا ده فلفل. بصوا بسم الله ما شاء الله. خليكم معانا جولة مع الطبيعة. بسم الله ما شاء الله. بصوا الشجر، جولة مع الطبيعة. حبيت اوريكم الحاجة. النهاردة احنا كنا بنجمع كوسة، النهاردة. وده بتنجان. بصوا البتنجان بيبقى طرحه برضو كده اهو اهو. حبيت اوريكم كده الحاجات اللي انا عارفه ان الحاجات دي بتهدي النفسيه كده، فقلت اصحابكم كده. انا النهارده والله العظيم عايزه اقول لكم كنت بجمع، يعني الحاجات دي رغم جمالها عايزه اقول لكم بتقطم الظهر. الله يكون في عون الفلاح. بس سبحان الله ربنا يعني زي ما الواحد كده بيبقى عنده عيل صغير بيبقى متعب، بس بنحبه عشان خاطر ابننا. هي الزرعه دي زي الابن بالظبط. ده قرنبيط، القرنبيط والكرنب بشكل واحد، بس لسه ملفش ولسه ما طلعش الزهره بتاعته. ان شاء الله لما يطلع الزهره بتاعته. على فكره الشمس صعبه قوي، مش عارفه اجيب لكم كويس قوي لان الشمس جامده جدا، بس قلت لازم تشوفوا معايا الشكل الجميل ده. ودي بقى الكوسه، دي الكوسه الام، عشان في كوسه 2. دي كبيره اهي. دي طبعا احنا جمعناها، كنت عايزه اصور لكم واحنا بنجمعها. الصراحه ما كناش فاضيين خالص خالص. وده ذره اهو، ده ذره. احلى حاجه في الفلاحين الوسعه. الناس بتشوف كده الوسع بتهدى نفسيا اكتر من المدن والحاجات دي، بتبقى الحاجات محدوده. انا جزء من الحلقه دي. واخويا اهو. صح، صاحب القرنبيط وصاحب الحاجات ديت مبهدلنا معاه النهارده. مبهدلنا معاه. وريت لهم البتنجان، وريت لهم الفلفل والكوسه اللي احنا جمعينها. عايزه بس اوريهم الكوسه اللي احنا جمعناها. الكوسه دي قديمه ما تصورهاش، صور الكوسه الثانيه. اوريهم الثانيه اللي احنا جمعنا منها بقى. ايوه مدوخنا معاه النهارده. عبد الخالق مدوخنا معاه النهارده والله. قطم وسطنا شجر الجوافه. الجوافه مفيهاش جوافه على فكره، خلصانه، لان الجوافه ديت بتبقى يعني ليها وقت. ودي الكوسه اللي احنا جمعنا منها. بصوا الزهره بتاعتها جميله ازاي. بصوا الورده بتاعتها، كوسه صغيره جدا اهي، بس احنا جمعناها. دي الصغيره دي بتتنقل المره الجايه. شايفين؟ على فكره انا مش شايفه قوي علشان خاطر اهي اهي. بنسيب الصغيره لما بتكبر المره التانيه اهي. كل كوسايه بتبقى ليها زهره كده بالشكل الجميل ده اهي. انا مش شايفه قوي على فكره لان الشمس، عايزه اقول لكم الشمس ضاربه في عيني قوي قوي قوي، بس حبيت اصور لكم المنظر الجميل ده لانه مريح اكتر من الطبيخ كمان. يعني عايزه اقول لكم ان هو الواحد بيجي هنا رغم كل التعب اللي بشوفه. عايزه اقول لكم ظهري اتقطم لان كل المساحه دي
بنبقى 3 أو 4 موطيين طول الوقت، شجرة شجرة بناخد اللي فيها. بصوا الجمال. يعني ايه، جولة على الماشي كده، حبيت اوريها لكم جولة سريعة كده على الماشي. حبيت اصحابكم معايا في المنظر الجميل ده. بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من طبخة وحدوتة مع الطبيخ والحواديت والطبيعة والحاجات الحلوة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.